يو سلام عليكم، فلوج جديد. اليوم يا اخواننا حاجة مختلفة جدا، وانا ذاتي ماشي اجرب التجربة دي معاكم لأول مرة. الموضوع شنو؟ الموضوع انه ثواني. ماشي اقابل لي ناس يابانيين. نعم، زي ما شفتوا في العنوان. انا عندي يعني فكرة في حياتي انه امشي اجرب اليابان كدولة. تمام. قررت اعمل شنو او مفكر اعمل شنو على الاقل، لانه انا اصلا بحضر انمي. على الاقل امشي الاقي ناس بيتكلموا اللغه. آه اتعلم بعض الياباني، عشان انا لو مشيت الدوله دي على الاقل اكون عندي معرفه بسيطه، اقدر اتفاهم مع الناس، اقدر اقول لهم يا اخواننا انا يا اخي باكل اكل حلال بس مثلا، يعني لو سافرت هناك او عاوز امشي او عاوز امشي اتعرف لي على ناس جديده، يعني اصحاب جديدين، ناس بيتكلموا لغات مختلفة. أنا لازم يعني أعمل إكسبانشن للدائرة بتاعتي، دائرة المعارف بتاعتي. قصدي شنو؟ طيب أنا حياتي كلها يا إخواننا كلها، والحاجة دي عاوز أغيرها يعني بعد ما وصلت لدولة جديدة وشفت لي ناس جديدة. المهم مختلف الجنسيات. فعشان كده أنا عاوز أمشي أتعرف على ناس جديدة. زي ما قلت لكم انا حياتي كلها في السودان، متقوقع قاعد في غرفتي، ما بعرف اي شخص، وحتى اللي بعرفهم يعني ممكن يتعدوا بالاصابع، يعني نفرين ثلاثة اشخاص بس، يعني بس. ودائما يعني يا متقوقع في الغرفة بتاعتي، او لو طلعت اي مكان او سافرت اي مكان حول العالم بكون براي. زي ما شفتوا او زي ما حتشوفوا في الفلوجز الجايه بتاعت السفر، والفلوجز السابقه بتاعت السفر، انا سولو ترافلر، يعني بسافر براي، بخطط براي، بعمل كل شيء براي. عشان كده قلت يا اخي تخيلوا الصدفه الغريبه، كنت ماشي او راكب في المترو، وانا يا اخواننا بفهم ياباني وبتكلم يعني بعرف اعرب عن نفسي بس بالياباني. فبالصدفه كنت راكب في المترو، وجنبي في اثنين يتكلموا. فلما يتكلموا انا سمعت انه بيتكلموا باللغه اليابانيه. اوه دايم، ده البلد اللي انا عاوز امشي واكون متعلم لغته على الاقل، على الاقل يعني عشان اقدر اتفاهم مع الشعب اذا مشيت هناك. فقمت طوالي خشيت لهم اونيهون جين ديسكا. بعدين هم اصطدموا لك وات، نيجا ده بيتكلم ياباني. آه بعدين I said yeah، يعني I can just introduce myself in Japanese، بقدر أعرف عن نفسي وبقدر أفهمكم. ف... فبس اتكلمت معاهم بالياباني، وبعدين استغربوا جدا وتكيفوا مني وانا تكيفت منهم، وتكلمنا حبة ياباني. وبعد ذاك قال لي انه في حاجة اسمها language exchange، عامله واحد كده ياباني بيلاقي الناس بيتلاقوا ناس من مختلف الثقافات من مختلف البلدان، وبيتبادلوا اللغات هناك. واهم اللغة هي اللغة اليابانية، لانه هم يابانيين وحاليا هم عاوزين ينشروا ثقافتهم. في نفس الوقت لواحد تاني اذا عاوز يتعلم لغة تانية مثلا زي اللغة العربية، زي اللغة الانجليزية، زي اللغة الاسبانية وما الى ذلك. فحاليا بعد القصة الطويلة دي كلها، حاليا انا ماشي لللانجويج اكسشينج. اللوكيشن حددوه لنا، حاليا انا في الطريق. حكايه بتاعت 20 دقيقه كده حصل هناك. اول ما اصل ستي توند حصل، وهديكم خبر لما نصل. انا يا اخواننا فقدت القوه بتاعت العدم خجليه، فبقيت بخجل. فهناك احاول اكون كده متناظر كده تواري الانظار حتى لا ينظروا لي شخصا وكده يعني. لكن بعدين بسلك شوي شوي. فيا سي يو لما نصل اللوكيشن. بيس. طيب يا اخوانا وصلت اللوكيشن حاليا، بس ماشي برجليني عشان ادخل. انت حتكون تجربة غريبة جدا وجديدة بالنسبة لي، انه اقابل لي ناس بس عشان تبادل لغات.
فنشوف. يا اخواننا، ديل الجماعه اللي انا جيت واتقابلت معاهم. يا فجينا هنا وقاعدين نتمرن على اللغة اليابانية. أنا قلت أعمل الفلوج بالمايك عشان تقدروا تشوفوني. فعلى العموم نحن الآن بنتمرن على اللغة اليابانية وبس. معي ناس هنا كثيرة and that's Jason. Hello, hi. So yeah, Jason is the one who did the event, and he's the one who is hosting these people, and yeah, basically دي الحاجة اللي نحن بنعملها. بس بنتمرن باللغة اليابانية وبس. حاليا أنا اتعلمت حاجة بسيطة جدا، وحاليا بتمرن بحاول أناقش ياباني. وانا ما اعرف، تكلمت انجليزي بسيط كده لفتره لانه انا ملبوش ممكن تقوله. فبس ده التيم، ونحن قاعدين هنا وبنتمرن مع الشباب ديل، جزء من كندا، جزء من سوريا، جزء من اليابان، ومن اماكن تانية. فيا حواصل معاهم البراكتسز او التمارين، وبعدين حرجع لكم بعد ما اخلص التمرين. Just gonna vlog the ending. Your name Rad? Rad. Yeah, nice to meet you. You? Martin or Mario? Martin, Mario. I'll try. Think Back to the Future. Yeah. Yeah, just press it 3 times and then you can just vlog. Yeah, it's really good. If you got this one, and then you don't need to get any other cameras for your work. Yeah. So, great. yeah. The gimbal's solid. Yeah, it's perfect. So زي ما شايفين الايفنت، البرنامج ما حبيت اصور كثير. انا تكلمت معاهم، تونسنا، we did some يعني حبة exchange للغات. mostly او معظمهم الناس جايين يتعلموا ياباني. كل الناس بيحبوا الثقافة اليابانية او عندهم شغل في اليابان. لانه مثلا واحد من الناس اللي انا قابلتهم بيشتغل في بتوين اليابان ودبي وكده. فمثلا بيسافر مثلا اسبوعين بيقعد في اليابان، بعدين بيرجع دبي، بعدين مثلا تاني بيسافر، بعدين مثلا بيسافر تاني حكاية بتاعت I don't know maybe اسبوعين تاني عشان يعمل سياحة. من الحاجات اللي انا كنت ناسية، عارف انه الاكسبو الجاي حيكون في اليابان، بس كنت ناسي انه ده اكسبو حيكون في شهر 4. نحن الان في شهر 2، يعني الاكسبو بعد حرفيا شهرين من الان. انا من الحاجات اللي كنت عاوز اشوفها واتاكد وازورها انه اشوف اليابان قبل ما يبقى مليان بالسياح. بس already بعد الكوفيد الحياة اتغيرت والبلد بقت مفتوحة جدا. فواحد من الناس اللي قابلتهم كان في 2019 مشى اليابان، وقبلها كان بسيطين جدا الأجانب في اليابان، لأنه الإجراءات كانت ممكن تقولوا أصعب شوية من حاليا عشان اليابان ما أعرف محتاج ناس أكتر، محتاج عمال أكتر، محتاج موظفين أكتر. فالموضوع بقى أسهل جدا للأجانب إنه يسافروا لليابان ويقدروا ياخدوا فيزا سياحية أو وظائف والحاجات دي. أنا بإذن الله إذا ربنا وفقني وقدرت هحاول أسافر اليابان. ما أعرف maybe أمشي أحضر جزء من الإكسبو، الله أعلم، ما أعرف. أو احتمال ما أقدر أمشي بعد الإكسبو.
مهم أنا الفكرة إنه عاوز أشوف اليابان كدولة، أتعرف على الثقافة اليابانية، أتعرف على يابانيين. هسي مثلا الكونكشنز اللي أنا عملتها اليوم وإن شاء الله حستمر أعملها في في الأسابيع القادمة وفي الأيام الجاية، كونكشنات ممكن تفيدني بعدين إذا سافرت اليابان. حلاقي الجماعة اللي هناك، نعمل عرنو، ما عارف يعني، نسافر سوا، نستكشف جزء من اليابان سوا وكده. فيعني حاجة ظريفة جدا وقرار جميل جدا مني. زي ما أنا قلت لكم أنا قاعد أتخوف إنه ما أعرف ليه، وما تخوف بس كسل، نوع من أنواع الكسل، إنه بكسل أمشي أقوم أتعرف على ناس جديدة وكده. يعني أنا أوريدي في الكومفورت زون بتاعتي، أنا في الكومفورت زون بتاعتي، واللي هو غلط كبير جدا. إنه أنت عاوز تبدأ شيء ما، عاوز to build a business ولا عاوز to build whatever، لازم تتعرف على ناس جديدة. لازم تطلع من الكومفورت زون بتاعتك او مكان الراحة بتاعك. عشان كده انا قررت امشي الليلة، عشان كده باذن الله حاول امشي حاول امشي في المرات الجاية كمان، عشان اتعرف على ناس كثيرة وابني كونكشنز جديدة. زي ما قلت لكم انا في حياتي كلها متقوقع في مكان واحد، ما قاعد اطلع، ما قاعد الاقي ناس، بس احاول اغير الحاجة دي عشان اعمل كونكشنز جديدة. وفي المرحلة دي من حياتي بحتاج اتعرف واكبر دائرة المعارف تبعي. زي ما شفتوا انا كنت ملبوش جدا قبل، تكلمت لكم بالانجليزي بس حترجم لكم، او اوريدي ترجمت لكم. على اي حال ده كان الفلوج بسيط جدا، معظمه في العربية، جزء بسيط جدا في الحتة اللي تلاقينا فيها. هتكون في لقاءات جاية حصورها لكم، هحاول اكون less awkward او غريب. وبس اشوفكم في الفيديو القادم. انا ما اعرف 200 الاسبوع الجاي، يعني انتوا عارفين يوم الجمعة الساعة 2 ل 4 في الوقت ده حينزل لكم فيديو. ف فلايك، سبسكرايب، شير مع الاصحاب. Catch you in the next one.